بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم راح ندير معاكم الكيفية اللي هي التعمير، كيفية تقليدية ومعروفة في الغرب الجزائري خاصة. كانوا يديروا التعمير هذا، يعمروا به الدجاج، يعني في الجناب تاع الدجاجة يقعدوا يعمروا فيه بالتعمير هذا. واليوم رانا نديروه في الساشيات، في الأكياس يعني بلاستيكية، وأيضا يجي روعة. اليوم راح ندير معكم من بداية حتى النهاية. وبالطبع راني لبيت طلب أخت طلبته مني، ونقولها إن شاء الله يعجبك وتجربيه وتدعي لي دعوة الخير. ما تنساوش حباباتي، إلا كان شفتوا هذه الكيفية وعجبتكم ديروا لي جيم إعجاب وتفعلوا الجرس باه يوصلكم كل جديد. اللي ما زال ما اشتركوش في القناة يشتركوا، وهكا باش تدعموا القناة. وقبل ما نبدا معكم الكيفيه تاع التعمير، ماذا بيا نوصيكم ونقول لكم باللي الكيفيه تاع الرقاق والكيفيه تاع مرق او المرقه نتاع الرقاق راها موجوده يعني في الروابط اللي تلقاوهم مع هذا الفيديو. ماذا بكم تنزلوا لتحت فتخرج لكم الكيفيات اثنين، يعني الرقاق والمرقه نتاع الرقاق. في البدايه على بركه الله نبداو. بسم الله على بركه الله. كما راكم تشوفوا في البدوه نبدو بواحد الغرفيه صغيره، يعني عبر تاع كاس كبير تاع كازوز نتاع دقيق حرش او سميد حرش. الاخت اللي عندها وفتلت وبقى لها هذاك الراس التالي نتاع الفتيل، ماذا بك تفوريه وتخليه تستعمليه يعني لهذا الكيفيه نتاع التعمير. في البدايه نفوروه، نديروه في كسكاس كيما هاك، نحطو سربيته او كاش منديل عندك تاع اللي تستعمليه في المطبخ، تحطيه كيما هاك وديري هذا هنايا وديريه فور. نفوره ونولي معاكم. بعد ما سخنا كيما نقولوا فورنا هذا السميد كيما راكم تشوفوا فيه، الان ندير فيه السمن او الزبده اذا كاين، مادامو سخون ندخلو السمن في وسط السميد نتاعنا كيما هكا. نزيدو على بركه الله واحد القرصه نتاع الملح، مش بزاف، قرصه فقط، لان غادي نديرو فيه السكر ونديرو فيه كيما راكم تشوفوا معايا. الاخوات اللي عندهم الزبيب يديروا الزبيب، انا دايره التمر، بصح اللي ما عندهمش التمر يديروا الزبيب. دايره الفلفل والكمون وراس الحانوت، طبعا زوج مغارف كبار تاع سكر، ونبسس بالمرقه نتاع الرقاق اللي وريتها لكم، وعندي ايضا ربع بيضات. باك نوريكم الكيفيه كامله، يجي حلو وشويه. دوك نبدا الكيفيه على بركه الله. على بركه الله ندير التوابل تاوعي كاملين، ونزيد التمر تاعي طبعا، ونضيف السكر. بعد ما دخلت السكر مع هذه التوابل مع التمر تاعنا، دروك نبدا نفقس في البيض بالوحده على بركه الله. بسم الله. اخوات اللي ما عندهمش المرقه تاعهم، يعني ما حضروش المرقه بكري ولا حاجه، يقدروا يديروا عوضها كاس كبير تاع حليب، لكن بالمرقه تجي هايله، بالمرقه تجي التعمير يعني يجي روعه. كما راكم تشوفوا فيا انا دايره كميه شويه لاباس بها لجال الاولاد يحبوه ويتكل، هو يتكل تبارك الله. ها ونبداو نخلطوا على بركه الله كما هكا. نتمنى هذه الكيفيه تجربوها وتنال اعجابكم. على فكره المرقه لازم المرقه او المرقه نتاعنا كي نديروها لازم تكون شويه بارده، ما تكونش حاميه باه ما ينحرقلكش البيض في وسط التعمير. مع ان راح نطيبوه لكن ما نحرقوش قبل ما نديروه في المرقه يطيب كما هكا. راكم تشوفوا اخواتي، قلت لكم الفتيل هذا كي تفتلو تخلوا الراس التالي تاع الفتيل هذاك اللي يبقى فوروه ودسوه على جيه، تستعملوه لهذا التعمير يجي هايل كما راكم تشوفوا. نزيدو نجروها باه تجينا طريه، بما ان راه فيها السمن وفيها يعني تجي هايله كما هاك. ما ديروهاش قاصحه، ديروها جاريه كما راكم تشوفوا فيا ندير فيها كما هاك، ونعمروها
الاخت اللي عندها كيس تاع سباغيتي من الاحسن، واللي ما عندهاش دير كيس عادي كيما كيما راني ندير فيه انا، ولا كيس من هذوك الصفر اللي يجوا فيهم الصوالح عادي، وتعمرها على بركه الله. بعد ما عمرتها على هذه الطريقه درك نديره في المرق نتاعي يطيب، ومن بعد ما يطيب نوريه معكم. في الاخير لما طابت جبدناها من المرق نتاعنا كما راكم تشوفوا راه ضاعف الحجم نتاعها. درك نفتحها معكم ونوريها في صحن التقديم، وفي النهايه راكم تشوفوا فيها كيش طابت، وقطعتها على هذه الطروفه كما راكم تشوفوها على هذه الطريقه. نتمنى تعجبكم. كما راكم تشوفوا في التمر جاء في الاماكن هذه. الاخوات كما قلت لكم اللي ما عندهمش التمر يديروا الزبيب، يعني كيفيه راها جميله جدا، وكما تعرفوا راها تقليديه. نتمنى هذه الكيفيه راهي تكون عجبتكم. اذا ما عجبتكمش ومع السلامه.